الطعمية بتاعت ايجيبت محشية كيري وبسطرمة، بس ايه حدوتة نجهز الحاجة. يلا بينا. كيس فول مدشوش منقوع من امبارح، يعني احنا نعمله بالليل ونطلع بالصبح عشان نعمل احلى طعمية محشية كيري وبسطرمة. في كبة هنبدأ نحط الفول، بعد كده كرات وبصل أخضر وورق كزبرة الخضراء، الورق مش العيدان عشان العيدان هتضايقنا في الطعمية واحنا بناكلها، وثلاث أربع فصوص توم وشوية مية صغيرين، ونضرب نص ضربة كده ونجهز معلقة بيكنج صودا أو بيكنج باودر معلقة صغيرة، ونبدأ نحطها. الموجود عندك حط، المطبخ بتاعنا والأكلة بتاعتنا ومحدش له حاجة عندنا. بصوا احنا كده عملنا الطعمية في البيت. بقول لكم ايه حدوته، واحنا ممكن نشيلها في الفريزر في اكياس كده بدل ما احنا كده كده لسه ما تبلناش. فهنبدا نتبلها فلفل اسود وملح وكزبره خضراء وشويه كمون. وما دام تبلنا يبقى نجهز طاسه زيت على النار ونبدا نقلب تقليبه حلوه كده هاديه حدوته، ونبدا نعمل تيست. خدوا بالكم ان انا اول مره اعمل الطعميه، انا طبعا مش هفضل اضحك عليكم واقول لكم ان انا صاحي نايم كده بالطعميه، بس انا جربت التجربه دي وقلت اوريها لكم. بقول لكم ايه حدوته. جربت اول واحده لقيتها ما فكتش في الزيت، بعد كده جبت الثانيه حطيت في النص قطع من البسطرمه وقفلت، وبعدها الكيري، وبعدها في الاخر كده عملت كده زي الصناعيه واشتغلت حطيت حبه حلوين. طبعا انا كده واضح ان انا خلصت، محتاج بس رغيف عيش بلدي وشويه طماطم وشويه طحينه، نعمل احلى طعميه في البيت. ما تنساش تعمل لايك وشير واعمل سيف للحلقه دي عشان ما تتوهش منك.